السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي وحشتوني كتير كتير كتير. النهارده راجعين بقى بفيديو. او انت الاول كنت فين يا ام اسامه؟ كل دوت مش عارفه، اليوم بيخلص بسرعه وكله بيخلص اوام اوام. بس النهارده بقى عايزين ايه؟ نجدد نشاطنا كده. ونحاول نشغل القناه اللي مش عايزه تكبر دي خالص، او انا بصراحه ربنا كسوله شويه. النهارده هنعمل لكم بقى حاجه من الاخر، حاجه علمت متهيألي كل جيل التمانينات في السرقه، او ممكن التسعينات كمان، واللي قبل التمانينات السبعينات. دي الحاجة الوحيدة، الأكلة الوحيدة اللي كل أطفال مصر شاركوا في سرقتها. واللي معترض على الكلام ده يثبت لي ان هو ما كانش بيسرق الكفته دي. هنعمل النهارده كفته من رز، بس هنعملها في البيت بما اننا خلاص كل سنه وانتم طيبين داخلين على العيد الكبير. والحاجات دي كنا دايما بنطلع نلاقي اهالينا بيعملوها قبل العيد. انا كنت متعوده على كده، يعني لا امي قبل العيد تعمل الكفته دي، بس كنا زمان بنعملها عند اللي هو بتاع اللحمه بيفرمها لنا هناك. النهارده بقى ربنا يخلينا ست كبه عملتها لنا في البيت لوحدها. تعالوا بقى نشوف عملنا ايه. جبنا رز وجبنا خضره، وعندي نص كيلو لحمه او كيلو الا ربع تقريبا، حطيت عليه نص كيلو رز، وحطيت عليه ب5 جنيه خضره. يلا بقى، شايفين الكبه بتاعتي اتكسرت يا جماعه؟ بس ربنا يخلي لنا كبه الحاج، مش هنروح بعيد، نزلنا سرقناها وطلعنا كملنا شغل عادي ولا وقفنا. جبنا بقى نص كيلو رز، غسلناه ونقعناه كويس، وبعد ما نقعته رحت نشفته كده بمصفى، ورحت طحنته بالمطحنه. وبعد كده بقى جبت البصل بتاعي وجبت الثوم والفلفل طربتهم في الكبه. وبعد كده رحت عملت ايه تاني يا ام اسامه؟ استني بقى، حاولي معايا، خليكي جدعه كده انت وهي، واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبعدين عملنا ايه تاني؟ رحنا بقى طحنا كل ده في الكبه. وبعد ما طحنا الخضره بالرز وكل دوت، رحنا نزلنا عليه باللحمه. مسكت اللحمه فرمتها فرمه تاني كويسه كده في قلب الكبه مع الخضره مع البصل مع الرز لحد ما نعمت، وكان شكلها اخضر زي الفل كده. شايفينها؟ لو لقيتوها فاتحه شويه زودوها خضره، الخضره مش بتخليها تفك منك ولا حاجه. وطبعا طريقتها المعتاده، نقللها تقليه حلوه كده وننزل على الكفته، بس بعد ما التقليه بتاعتنا تتسبك شويه. شايفين؟ هي دي الاكله اللي ضيعت كل الجيل، علمتني السرقه حرفيا. انا كنت بعملها، واستاذ ابراهيم وسما وساندي، حتى انا كنت عماله اكل فيها وانا واقفه. ما صدقت عملتها بقى لوحدي في الشقه كده، وقعدت اكل براحتي، محدش يزعق ويقول لي سيب الكفته. شايفين؟ اكيد امكم كلكم زعقت لكم عشان الموضوع ده. ورز بشعريه بقى، واديها ادي. ما تنسيش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله. بصوا الحلاوه، ادي الكفته ولا بلاش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.